السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في القناة. فضلا منكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وإذا عجبكم الفيديو خليوا لي إعجاب وشي تعليق زوين، وشكرا على دعمكم. خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في قناتكم فايطة فلوغ. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشوفوا فلوغ آخر من السلسلة ديالتنا اللي شفنا فيها 4 ديال القلاع التاريخية اللي كاينة في منطقة ريجو إيميليا. في هذا الفيديو غنمشيو لبلدة فونتانيلاتو. فونتانيلاتو واحد المدينة صغيرة وزوينة في جهة إيميليا رومانيا، كتبعد تقريبا نص ساعة على بارما وشي ساعة على بولونيا. بلاصة هادئة وزوينة كتخبي في وسطها واحد الكنز تاريخي، روكا سان فيتالي، قلعة قديمة ترجع للقرن 13، داير بها واحد الفوسي عامر بالماء وحيطانها مازالين شادين ومحافظين على التاريخ. في هذا الفلوق غادي نديكم معايا في واحد الجولة زوينة وخفيفة. يلا بينا نبداو على بركة الله. نبداو الجولة ديالنا بشريبة ديال القهوة قدام القلعة ديالتنا. الجلسة في هاد لاطيراس زوينة. للإشارة في القلعة جات وسط الساحة الرئيسية ديال المدينة وداير بها خندق مائي، وهذا الشيء كيخلي منظرها زوين بزاف. وغير كإشارة كاين واحد المتاهة عجيبة سميتها لابيرينتو دي لامازوني، قريبة من القلعة ديالتنا غير ب5 دقائق، مصيبة كاملة من نبات الخيزران. هي أكبر متاهة نباتية في العالم، فيها ممرات كتلاف والدور، ووسطها متحف، مكتبة وحتى كافيتيريا. مكان زوين للعب والتصاوح. نديروا عليها شي فيديو إن شاء الله. ودابا نرجعوا للجولة ديالتنا. القلعة مفتوحة في معظم أيام الأسبوع، وكاينين جولات مع مرشدين كيعطيوك القصة كاملة. ثمن ما بين 10 و 15 يورو، وكاين تخفيضات للعائلات والدراري الصغار. وفاش تسالي تقدر تشرب قهوة في الكافيتيريا ولا تشري تذكار صغير. تبنات في القرن 13 وكانت ملك لعائلة سان فيتالي اللي كانت من أغنى العائلات في بارما. كانت ماشي غير قصر ولكن حتى قلعة دفاعية. خلال القرون العائلة زادت في زواقها وخدماتها وتحولت لفيلا فخمة فيها فنون وديكورات راقية. القلعة فيها بزاف ديال الغرف اللي باقيين محافظين على الزواق ديال القرون الوسطى وعصر النهضة. أشهر غرفة هي لا ستانسا دي ديانا إي أتيوني، مرسومة كاملة بالفريسكو على يد الفنان أنيبالي كاراتشي في 1580. كتحكي واحد القصة من الميثولوجيا الرومانية، والرسومات فيها تفاصيل دقيقة بزاف بحال القصص ديال الآلهة والحب والغدر. وتنوجد أيضا حتى غرف نوم، قاعات رسمية وحديقة داخلية صغيرة. ودابا نخليكم مع مشاهد من داخل القلعة.
داير بقلعة روكا سانفيطالي هو واحد من العناصر المميزة ديالها. هو خندق داير دائرياً بالقصر كامل، عامر بالماء وكيعطي القلعة منظر تاريخي مميز بزاف. كان في الأصل كيتستعمل كوسيلة دفاعية باش يصعب على الأعداء أنهم يوصلوا للسور الخارجي. في القرون الوسطى الخنادق المائية كانت بحال الحواجز الطبيعية كتمنع الاقتحام وتخلي القلعة محمية. كانوا كيدوزوا عليه بالقناطير متحركة اللي كيتطلعوا وينزلوا. دابا ولا غير جزء من الجمالية ديال القلعة، كيعكس رؤية في الماء وكيعطي إحساس بالرومانسية والغموض في نفس الوقت، والناس كيبغيو يتصوروا على جنابه. وهكا نكونوا سالينا الرحله ديال اليوم. نتمنى تكونوا استمتعتوا معايا واكتشفتوا بلاصه جديده وعجبتكم الاجواء. ما تنساوش ديروا لايك وتخليوا لي رايكم في الكومونتير، وطبعا اللي مازال ما مشتركش يبارطاجي ويضغط على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. نشوفكم في الفيديو الجاي وخليكم ديما معايا. سلام.